عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه لكم بقى وعشمي فيكم بعد ربنا كبير. القناة التانية للأسف بعد انا فاتحاها من 2020. للأسف مش عارفة، واقفة مش نافع انشر ولا اعمل فيها حاجة، فاضطريت افتح واحدة تانية واللي هي دي ان شاء الله برضو بنفس الاسم وكل حاجة، وهننزل برضو نفس الروتينات، نفس الريفيوهات، طرق تنسيقات، ديكورات، مشتريات، وصفات اكلات جديدة، اي حاجة. كان نفسي والله يعني القناة التانية تكمل، بس للأسف مش نافعة. وكمان كتير نصحوني ان انا اعمل واحدة جديدة لان القناة التانية كنت بغيب عنها فترات بسبب حمل، بسبب تعب، ظروف مدارس كده، وكانت بتنام. وقالوا لي ان الحل ان انا اعمل قناه جديده. فيعني استخرت الله وتوكلت على الله، واستنيت فتره يعني ان انا احاول انشر حاجات جديده مش في اي تقدم، مش في اي جديد فيها، فاضطريت ان انا اعمل دي، وان شاء الله يعني تكون وشها وش السعد عليا. طبعا يعني كل ده بيبقى بفضلكم انتم بعد ربنا، فاتمنى بس يعني تشجيعكم وتعليقاتكم ولايكاتكم الحلوه والاشتراك بقى، ويا ريت بقى يعني ايه، آم، الشير للفيديو مثلا، على لو الفيديو عجبكم او كده تشيروا الفيديو علشان يعني الكل يستفاد وانا كمان معاكم. اللايك بيرفع الفيديو والكومنت كمان. انا والله لو الغرض من القناه دي الفلوس، انا كنت قفلتها من زمان. انا والله لحد الان ما دخل لي جنيه منها. هي الفكره ان هي يعني انا حابه اشارك معاكم روتينات وفلوجات. انا من بعد الجواز بقيت يعني شبه وحيده، فهي دي الحاجه اللي يمكن مثلا بتفرحني، بتسعدني، بشارك معاكم حاجه انا بعملها حاسه ان ممكن حد يستفاد منها. وفي نفس الوقت الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ربنا يرزقنا الثلاثه يا رب. فانا عامله القناه دي ان هي صدقه جاريه ليا بعد ما اموت ان شاء الله، وعلم ينتفع به، يعني اي وصفه، اي حاجه بجربها، فكره لقيت مكان حلو اشتريت منه حاجه، يعني ان شاء الله هنزلها لكم. وكنت بعمل كده على القناه التانية، بس للاسف يعني الناس اليومين دول بتدور على التفاهات، عايزه اللي يطلع بوشه ويقعد يعني يظهر بوشه، وانا مش حابه، انا مش حابه استعرض نفسي. يعني انا الفكره ان انا عايزه اشارك معاكم فكره، مش شخصيتي نفسها او حياتي الشخصيه مثلا، لان انا بشوف ناس كتير يعني ربنا يهديهم ويصلح حالهم، بعد ما شاركوا حياتهم على اليوتيوب الدنيا باظت والعلاقه بينها وبين جوزها باظت. يعني انا لما اشوف ان في حاجه ممكن تنفع تتشير هشيرها. يعني كفايه ان انا بطلع اصور جزء من بيتي، ويمكن في ناس بتستعيب الموقف ده، بس انا شايفاه عادي يعني. ما كده كده في ناس بتعمل لنا شغل وبتطلع تصوره، يعني حد عمل لي مطبخ نزله على الصفحه بتاعته، حد عمل لي مثلا شغل في اللي بتاع، كده كده هتنزل. يعني مش حاجه عيب ان انا اوريكم فكره جديده، او من الاخر علم ينتفع به. ده علم بطريقتي انا، يعني بعلمكم حاجه ممكن قد تكون مثلا جديده على الغير، وغير يعني ايه يكون استفاد منها او عجبته. انا مش عايزه اطول عليكم، بس يعني انتوا كده كده عارفيني من الفيديو اللي فات. بس عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في التنسيق بتاع الشاشه ده، يعني اشيل الكتب الديكور دي ماشيه معاه ولا لا، والشكل العام كده كويس ولا لا يعني. يلا استودعتكم الله، ومش تنسوا بقى اللايك والكومنت والشير والاشتراك في القناه الاول تشوفوها بقى، او حتى لو شفتوني قبل كده اشتركوا في القناه الجديده دي، يلا عشان نكبر سوا بيكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.